يا استاذ خالد، اتفضل. احنا عندنا في مؤسساتنا الحكوميه يعني قدر كبير جدا من المعلومات مشابه للمعلومات اللي حضرتك هتطلبها. يعني مثلا في الفتره الاخيره وفي نهايات عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك اتعمل الاستبيان الخاص بالضريبه العقاريه. اتكتب فيه بيانات مثلا، يعني دي متوفره وموجوده، يعني بدلا من اعاده جمعها مره اخرى. كان في الاستبيانات الخاصه بالتعداد السكاني. كل الاستبيانات دي متوفره وموجوده، هل يمكن الاستعانه بها ام لا؟ الارقام القوميه، الرقم القومي بيبين الوظائف اللي بيشغلها الفرد، ويمكن بيبقى فيها درجة مصداقية أكبر من إن الفرد يقدمها لجهة هو عارف إنها هتحقق مستواي الاقتصادي وهتحدد اللي جاي لي من الدعم. لأن طبعا إحنا لما نوزع استبيان زي ده هنبين وهنعرف الهدف من جمع المعلومات صحيح، في هذا الاستبيان. صحيح. فليه ما يتمش الاستفادة من الموجود اوريدي عندنا في مؤسساتنا الحكومية ومتوفر من معلومات؟ ويتهيألي ده هيبقى سهل تصنيفه وبصورة أكبر وأسرع. كان تم الاستفادة بيه دلوقتي. وإيه اللي يمنع؟ لا ما ينفعش. هقول لحضرتك ليه. مثلا هديكي مثل بسيط، أنا عامل بحث عن الإيه؟ كيفية تطوير العشوائيات. العشوائيات في 5 جهات حكومية قايلة التعداد بتاعهم. في جهة مثلا تقول لك 1034، في جهه تقول لك 900 وكذا، في جهه تقول كذا. مفيش مانع هي الفكره في ايه؟ نشتغل بصوره تقريبيه. لا طب وليه؟ بس نبدا. طب ما انا هقول لحضرتك ليه. يعني انا متوفر لي انا متوفر لي ارقام اكيد مش هتبقى يعني بعيده عن بعضها بقدر كبير، الا انها كفايه ان انا عندي محدد لي المنطقه، محدد لي المستوى الاجتماعي، محدد لي المستوى الثقافي والاقتصادي. وتهيألي مش صعب تحديد المستوى الاقتصادي لمناطق مجمعه داخل جمهوريه مصر العربيه. ده في محافظات حضرتك قلت هتجمعي ايه؟ معروف ان المستوى الاقتصادي فيها. حضرتك قلت هتجمعي كل معلومه من مكان. نعم. يعني مثلا من الاحوال الشخصيه هتجيب مثلا البيانات الشخصيه كذا. خالد، احنا عايزين ننشئ جهاز يبقى هو عنده جميع تفاصيل الاسره المصريه. نعم. جميع تفاصيل الاسره المصريه. يعني تخيل حضرتك الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو مركز تنظيم الاداره. لا تمام. تخيل حضرتك موضوع زي ده ماشي، دراسه زي دي بتوفر ما لا يقل عن 40 مليار جنيه. ايه المانع ان يبقى في جهاز قائم عليها وجميع المعلومات بتصدر منه هو؟ لانه ما فيش يعني مش عايزين ناخد منه معلومه قابله للصواب او الخطا، لا المعلومه اللي تطلع منه لازم تكون ايه؟ صح دقيق جدا. تمام. احنا عايزين نرسي قيم. الفكره في ايه؟ دي الخطوه الاولى. هو الفكره في ايه في حضرتك؟ نعم. ان انا عايز بعد ما اوصل للحل ده كدوله اقوم جاي مجنب المشكله دي ورايا، ابص لغيرها بحيث ان القياده السياسيه تشوف موضوع تاني. هي مشكله مصر في ايه؟ ان معظم الاجهزه الاداريه والمؤسسات فيها عايزه اعاده هيكله بس. طيب. لو جمعنا المعلومات ونظمناها طيب. الخطوه التاليه. طب هو في حاجه بس كان الهدف من اشراك المواطن ايه في الاساس؟ كان الهدف من اشراك المواطن في الاساس، انت طبعا حضرتك عرفت ان انا بتحرى عن المعلومات ديت بناء تنسيق حكومه مع بعضها، اللي هو المكتب الفرعي للاداره العامه لمركز معلومات الاسره المصريه اللي في كل حي بينسق مع الضرائب العامه، مع الضرائب العقاريه، مع الادارات الزراعيه، مع المرور. مع تخيل لو حضرتك انا عملت الموضوع ده ليصب اخيرا في الاداره المركزيه اللي حضرتك تمام راغب في تشكيلها. نعم. تخيل حضرتك لو انا عملت الموضوع ده وما اشركتش المواطن معايا خالص، والمواطن او الشارع المصري عرف ان انا بتحرى عنه في 6 حاجات، في العربيات، في البنوك، في يعني ايه رجع الصدى هيكون ايه؟ رد الفعل في الشارع هيكون ايه؟ دي استبيانات لتنظيم حياتي. لا ما هو مش هيصدق، مش لسرقه شيء مني. لا ما هو ممكن يقول لك هيعملوا ضرائب كذا. انا كجهه هدفي الاساسي هو التنظيم وتوصيل ما يحتاجه الفرد ليه بصوره اجتماعيه مشرفه. مش مطلوب منه انه يقدم شهاده فقر، مش مطلوب منه انه يقدم ايديه ويقول انا محتاج. أنا بتكلم. فده دور الحكومه. مش شرط المعلومات دي مقدمه للحكومه من فترات طويله جدا، ما عليها غير التنسيق. لا انا اقصد يا فندم، انا اقصد مثلا الاجراءات ديت هتاخد مثلا شكل 3 شهور عشان تتعمل، يعني الفكره دي كلها 3 شهور تكون على ارض الواقع. نعم. تخيلي 3 شهور الشارع المصري يبقى فيه
كم هائل من الاشاعات لو انا ما اشركتوش. لان خلينا يعني نعترف في حاله اشراكه هيبقى كم لا الاشاعات لا اكبر. لا اطلاقا بالعكس. وكم المصداقيه يمكن ما يتوفرش. لا بالعكس، لان هو عاد شريك اساسي معايا في اللعبه. انتم تتحدثون عن دوله المفروض ان هي من ايسر الدول، من اسهل الدول انك تعرف منها شهاده. انت تتكلم عن 80% من الشعب بيعانوا فقر مدقع. يعني منظومه الدعم معروفه ان الشعب المصري كله عايز دعم. انت تتحدث المنظومه هذه يجب ان تكون لمن لا يستحق الدعم. لان دول فئه قليله 7 او 8% من الشعب المصري اللي بيسيطروا على ده احنا ليه؟ يعني انا بعد اذنك يا استاذ خالد، انا شايف ان احنا عشان نوصل دعم للمستحقين من الايسر لاي جهاز حكومي معرفه من لا يستحق الدعم، لان دي فئه قليله جدا والباقي كله بيستحق. سهل تصنيفها وسهل الوصول ليها. عرض ولا دي ازاي؟ تمام. ما هو اللي خلينا نعرف المعايير. عندنا الخطوه التاليه عندنا جهاز التعبئه العامه والاحصاء. نعم. الجهاز وعلى فكره كم معلومات. وعلى فكره اقول لحضرتك معلومه ان ده يعتبر من احسن الاجهزه. نعم. اللي ارقامها ارقام دقيقه جدا، وفي شفافيه مطلقه، وقاعده بيانات متوفره عن كل مواطني مصر في الجهاز. بس للاسف الشديد ما قالوا صرخوا وقال لك الاسعار وكان بينزلوا بيانات، ما كانش فيه استجابه. نعم. وكانوا يقول لك انتوا بتهولوا، ده الامور تمام. هو كان اللي يهم النظام السابق ايه؟ ان رغيف الخبز ابو 5 قروش يكون موجود، وانبوبه البوتاجاز تكون موجوده، وازاز الزيت وكل السكر يكون موجود. عايزين ايه تاني؟ عيشوا. اي حد يجي لكم على كده عايزين يحرمكم من هذا النعيم. تمام. نحن نتحدث عن 80% من الشعب المصري تحت مظله الفقر بشكل فعلي. تمام. ونيجي نصنفهم مع درجات. ما هو اللي دخله 1500 ما هو فقير. اللي عنده 3 4 اولاد ودخلوا 1000 ويدفع ايجار شقه 500 600 جنيه. قد يقال يا استاذ عيد ان هناك درجه من الاولويه لتوصيل الدعم لمن، يعني الموظف مثلا ده اللي ممكن يثار ان الموظف عنده دخل ممكن يعني يكفيه شر السؤال زي ما بيقولوا، انما في طبقه معدمه. ما ده اللي احنا بنقوله يا استاذ. درجه فيها درجه يعني كبيره جدا من الفقر والاحتياج. عندنا 18 مليون مصري دخلهم في اليوم اقل من 5 جنيهات. تمام. نعم. دول دعم سنه دول خارج اطار ده خارج اطار اي حسابات. 8 جنيه في اليوم. المقوله الاخيره ان 8 جنيه تكفي المواطن المصري يوميا. يعني في ناس اقل من 5 جنيه كمان. يا استاذ اتفضل. اتفضل يا استاذ خالد. خط الفقر في امريكا في مصر هنا انتوا لسه قلتوا في بدايه الحلقه ان هو $2 في ايه؟ في الشهر. ده هو الحقيقه نعم، اللي على اساسه بيتم تقديم الدعم للفرد. انت عارف خط الفقر حضرتك في امريكا كام؟ رغم ان هي اللي حاطه النظريه ديت ومع ذلك لا تعترف بيها. ودي يمكن مشكله من ضمن المشاكل ده اللي احنا اللي حطها. ايوه يعني ما اختلفناش. تمام. واحد يعني بتحط حاجه مش على مزاج امريكا يعني. تمام. خط الفقر ويعرف بالفقر المدقع في امريكا بكام؟ $11,161 في السنه. يعني ب $31 في اليوم. ده بالنسبه لهم فقير مش لاقي ياكل، غلبان في امريكا. بالنسبه للملحوظه الثانيه اللي حضرتك بتقول فيها ان انت عارف بتقول دلوقتي في مهن اختلط بها الفقر، دي حقيقه. وعشان دلوقتي انا ما عدتش عارف مين الفقير ومين يستحق الدعم واي فصيل. احنا كنا الاول ممكن نحدد فصيل، يعني مثلا ممكن نقول مثلا ان المعيدين واساتذه الجامعات ما ياخدوش. ممكن كان زمان ممكن نقول كده، لان كان معروف ان الناس ديت مثلا عايشه في وضع اجتماعي معين. كان ممكن نقول المستشارين. بالعكس الوضع ده بيبقى ليه متطلبات اقتصاديه اكبر للاسف. طب لحظه، ده دي بعض الافكار يا جماعه اللي كانت الناس بتطرحها. هو دلوقتي اللي حصل ايه؟ نعم. ان الفقر تسلل جميع الطبقات المستويات الاجتماعيه يبقى لازم الحل الوحيد علشان اكون عندي معايير سليمه في تحديد من يستحق الدعم عن من لا يستحق. هنرجع تاني للمعيار اللي انا قلته وهو بناء على المملوك الفعلي لدى كل فرد. حضرتك لما يكون معاك فلوس هتستغلها في ايه؟ غير يا تشتري عقار، يا ارض زراعيه، يا مركبه، يا تفتح بها نشاط تجاري. دول 4. والجزء النشاط التانيين اللي هم الوظيفه الحاليه واموال ثانيه في البنوك. هتبقى ايه؟ انا كده يعتبر حددت السياسه الماليه. 3 اسس للي ممكن يملكه الفرد ويعبر عن حالته الاقتصاديه. 6 حاجات. اتفضل قولهم. ما انا قلتهم لحضرتك في اللي هم اول حاجه اللي هو المركبات، الارض الزراعيه، العقار، النشاط التجاري او شريك في احد الانشطه، اموال سائله في البنوك، وطبيعه العمل الحاليه.
احنا قلنا بنتحرى عن الحاجات ديت بناء على الاستماره، والموضوع ده قلته في بدايه الحلقه. نعم. فعشان نجتهد في معايير اخرى هتكون فيها عدم مصداقيه، هتكون مش حاده ولا قاطعه ولا عادله، هتكون مش منصفه، هترجعنا للي احنا فيه دلوقتي. اللي هو المستوى الثقافي والاجتماعي. الشراكه حضرتك. نعم. ناس من غير مستحقين للدعم وبياخدوا دعم، ناس عندهم ملايين وبيقفوا على طابور العيش وبياخدوا عيش مدعم، ناس عندهم ملايين وبياخدوا انبوبه البوتاجاز ب 4 جنيه و5 جنيه، طبعا هي حصلت 50 و60 دلوقتي. تمام. نعم. فهي دي معايير صارمه بتفصل من يستحق الدعم عن من لا يستحق. وطبعا بعد ما قلت زي ما قلت لحضرتك، بعد ما بقى سقط المعلومات ديت في الاداره العامه لمركز المعلومات والاسره المصريه، احنا مش مختلفين حوالين مين اللي يقوم بالايه؟ نعم. بالاداره. نعم. احنا بنتكلم عن المضمون. لو القياده السياسيه مقتنعه بالفكره وعايزه تكلف فريق عمل تاني يقوم بالمهمه مش مشكله. المهم احنا بنتكلم على جوهر الفكره بصرف النظر مين اللي هيقوم بيها. نعم. تمام. بس انا بناء على الدراسه بتاعتي انا بقى من الحل طبعا الاداره العامه لمركز المعلومات والاسره المصريه، طبعا للاسف انا ما قلتش لحضرتك ان في اجهزه في الدوله هيتم حلها اساسا، بس ما كنتش عايز اتطرق لها دلوقتي. على سبيل المثال تمام هيئه السلع الايه؟ التموينيه، دي هيتم حلها. دي تابعه لوزاره التموين. طبعا هم شويه ودوها تموين وشويه الاستاذ ودوها عيد صناعه. اقترح يعني ان احنا ما تكونش موجوده خالص يعني. لا للاسف. تمام. طبعا هيئه السلع التموينيه ما هو اللي انا دلوقتي هي اللي هتقوم بايه؟ انا قلت كده ليه؟ بجمع وهيتم تغيير اسمها الى الاداره العامه لمركز المعلومات والاسره المصريه، لان هي عندها اساسا فكر احصائي وفكر تجاري في السلع التموينيه. نعم. بعد ما بحدد هذا الفصيل طبعا، وزي ما قلت لحضرتك كل واحد او كل رب اسره او كل فرد اصبح له قيمه ماليه بيساوي عندي مبلغ في مجموع ما يملك. في فرد ممكن مجموع ما يملك صفر، في فرد ممكن يكون مجموع ما يملك نص مليون، في فرد ممكن يكون مجموع ما يملك مليون. وهنا هيدخل في الاطار يعني دخل الاسره بالكامل، مش دخل فرد واحد او المسؤول عن الاسره. نعم. الاسره. نعم. تمام. الاسره بالكامل بافرادها جميعا. ايه اللي بيحصل بعد كده حضرتك؟ اللي بيحصل بعد كده حضرتك ان بعمل عمليه تقسيم للشعب، يعني بخليه شرائح. زي ايه شرائح؟ بعمله 3 شرائح. الشريحه الاولى اللي هي مثلا بقول عليها من يبلغ مجموع ممتلكاتها من صفر حتى نص مليون. من صفر حتى نص مليون. نعم. طبعا جميع ما اتعرض في الدراسه حتى الان ثوابت، اللي ممكن نتكلم فيها الحد الادنى والاقصى لكل ايه؟ شريحه. يعني مثلا ممكن لو في تواصل مع بعض القيادات ممكن يبقى مثلا الحد الادنى من صفر لحد كام؟ 200,000. تمام. بس انا كاتب من صفر حتى نص مليون، دي بنديها لقب في بطاقه مدمجه زي البطاقه الشخصيه. وليكن مثلا ده الحد الادنى يا استاذ خالد؟ الحد الادنى صفر مجموع ممتلكاته من صفر لنص مليون. انا بتكلم عن الناس اللي هي عايشه الشريحه الاجتماعيه اللي بيبقى دخلها الاقتصادي من صفر. دخلها يا فندم مجموع ما تملك. ما يعني تملك. يعني مثلا من صفر لنص مليون. يعني لما اجي اتحرى عن الناس اللي قاعده في المقابر والناس اللي قاعده في العشوائيات واجمع دخله مع مسكنه تمام مع نشاطه مع فلوس في البنوك ده ملوش معنى، هيساوي ايه عندي؟ مش بعيد يكون معهوش اوضه. المستوى الثاني المستوى الثاني مثلا هيكون مثلا من نص مليون. نعم. الحد الادنى حتى مليون، ودي بسميها بديها لقب اسمه الدعم الجزئي. هنتكلم عن مخصصات الدعم بعد كده. المستوى الثالث اللي هو ما زاد عن ذلك لا يخضع لمنظومه الدعم. ما زاد عن مليون. هستأذن حضراتكم الأستاذ خالد عسكر الباحث في مجال التنظيم والإدارة، والأستاذ عيد أديب الصحفي بمؤسسة الأهرام، في الخروج لفاصل قصير والعودة لاستكمال الحديث عن معايير تحديد الدعم ومستويات اللي حضرتك حددتها لتصنيف وتقديم الدعم ليها. أشكرك يا فندم. ثواني. قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر، نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر. قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر، نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر. نحمي غصون الورد من دمع السل على الخد، يا حبيبة الروح قلب الوطن مجروح.
طير العصافير رجع الهوى بالخير. لو قلبي عالضمني ادي حنان وددي، لو قلبي عالضمني ادي حنان وددي. ده الصمت مش لينا، فين الولد ما يروح لازم يعود السمر. قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر. لو تنطق الموال لازم يروق الحال. محتاجة ليا دراع وشراع وراحة بال، محتاج ليك نجوم هيمة في حضن هلال. لو بحرنا مسقيه صحي وبوسي عينيه، لو بحرنا مسقيه صحي بوسي عينيه. ياما بكرة يسقينا خليه طريق البوح يصبح طريق مرمر. قلب الوطن مجروح لا يحتمل أفضل. قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر. نهرب وفين حنروح لما الأمور تكتر. مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، بنجدد الترحيب بالأستاذ خالد عسكر الباحث في مجال التنظيم والإدارة، والأستاذ عيد الديب الصحفي بمؤسسة الأهرام، ونستكمل الحوار عن معايير تصنيف المجتمع المصري لتقديم وتوصيل الدعم بصورة عادلة لمستحقيه. بدأنا بالحد الأدنى وهو من 0 لنص مليون، المستوى الثاني من نصف مليون إلى المليون. نستكمل مستويات. طبعا بقى زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لحد كده النظريه الاولانيه خلصت، وهي كيفيه تحديد من يستحق الدعم عن من لا يستحق. وكل رب اسره هستأذن حضرتك يا استاذ خالد، المستوى الثالث من مليون فيما فوق. فيما فوق ده غير مستحق للدعم. جميل. طبعا نقول بقى كيفيه او تصنيف توصيل الدعم. هذه المستويات من جهه الدعم. المستوى الاول اللي هو من 0 لنص مليون ده المستحق للدعم، مستحق دعم كلي. كلي. والمستوى الثاني جزئي. نعم. ما زاد عن المليون في مجموع ما يملك ليس له دعم. والجزئيه اللي عايز اضيفها في الموضوع ده ان الحد الادنى والاقصى لكل شريحه قابل لزياده او النقصان. بمعنى الفكره في جميع الاحوال هتدر دخل جامد للدوله. ليه؟ نظير الشراكه الحاليه هتمنعها تماما. فانا ممكن مثلا ارفع سقف الفئه رقم 2، يعني ممكن مثلا يبقى من نص مليون لمليون ونص، او ممكن اخليها مثلا من مليون لمليون ونص حاجه اسمها دعم شبه جزئي. تمام. نعم. يعني ممكن ارفع او ازود عدد مظله الدعم لحد المملوك لمليون ونص. في مرونه. ما بتقفش عند حاجه معينه، وده طبعا تبعا لارتفاع مستوى دخل فيما بعد، أم بيعتمد على ماذا؟ المرونه في رفع الحد الادنى والاقصى. المرونه بتعتمد على ايه؟ ان الفكره في جميع الاحوال هتقضي على سلبيات الوضع الراهن. لان انا في جميع الاحوال حتى لو خليت مثلا ان عندي مليون ونص مجموع ما يملك اللي مجموع ممتلكاته هو مليون ونص ياخد دعم، كدوله انا الكسبان. لان اعرف ناس كتيره جدا جدا تملك اكتر من 2 و3 مليون وبتاخد عيش مدعم، خبز مدعم، بتاخد سلع تموينيه، بتاخد مساكن منخفضه التكاليف من الثغرات اللي موجوده في القانون وطريقه الحصول وعدم وجود معايير واليه معينه احدد مستحق الدعم الفعلي. يعني لو في مثلا اي مسؤول وتوجه له السؤال ده، ايه هي النظم او الاطر او المعايير التي تنهجها الدوله في تحديد من يستحق الدعم عن من لا يستحق في الوقت الراهن وما سبقه، انا مع احترامي له مش هيرد. ومعانا ورق يعني مثلا في استماره اسمها استماره تجديد بيانات تبع وزاره التضامن
مكتوب فيها حاجات خرافيه، يعني مكتوب فيها نوع الغساله اوتوماتيك. يعني هل الغساله اللي عنده غساله فول اوتوماتيك او غساله عاديه ده نوع من انواع الترفيه، او انه ده ممكن يعطيني دلاله ان اللي بيقتني هذه الغساله لا يستحق الدعم؟ يمكن في مجتمعنا المصري الى حد ما. ده ممكن يكون جايبها اكراه، يعني ممكن يكون مثلا المدام مثلا تعبانه او مريضه ومش جايبها نوع من الرفاهيه، ممكن يكون جايبها اكراه. يعني مثلا حتى المقتنيات اللي هي التكنولوجيا الحديثه ممكن يكون جايبها اكراه، بس تعتبر درجه من درجات الرفاهيه في مجتمعنا المصري. لا يا فندم مش رفاهيه بدرجه كبيره. يعني مثلا ممكن واحد يجيب تكييف رفاهيه تمام، وممكن يكون جايب تكييف كنوع من الاجبار، عنده حاله مرضيه معينه بتضطر ان هو يقعد مثلا في الجو ده. ولذلك الاجتهاد في تحديد المعايير حرام. نعم. الحل الامثل زي ما انا قلت لحضرتك بناء على المملوك لدى كل فرد من الست حاجات اللي انا ذكرتهم. نعم. نيجي للمرحله الثانيه، طبعا انا زي ما قلت لحضرتك ده بعد كده كل فئه من دول بتاخد حاجه اسمها زي البطاقه او كارنيه وفئه فقط لا غير. ده دور النظريه دي انتهى لحد كده. نيجي للموضوع الثاني وهو يعني بيتم توزيع كروت او بطاقات بتحدد المستوى الاجتماعي او الاقتصادي لكل فئه. تصنيفه في الدعم. جميل. تصنيفه في الدعم ايه بس. نعم. وخلاص وخلص على كده. هنيجي ده بقى في النظريه الثانيه وهي كيفيه توصيل الدعم لمن يستحق. طبعا انا عرفت الفصيل المستهدف من الدعم، هوصل له الدعم ازاي؟ طبعا الدعم عندي اكتر من سلعه، في عندي خبز، في عندي غاز، في عندي كهرباء، وفي ميه، وفي سلع تموينيه، وفي مثلا حتى العلاج عن نفقه الدوله يعتبر دعم عندي. مثلا يعتبر المساكن اللي وزاره الاسكان بتبنيها اللي هي منخفضه التكاليف اللي هي المدعومه للشباب يعتبر دعم. نعم. طبعا الدراسه بتوفر ما لا يقل عن 40 مليار جنيه لو تم الالتزام بيها وعلى ارض الواقع. هناخد مثل بسيط خالص. اتفضل. ناخد مثلا الخبز، والخبز ده مشروع شائك جدا جدا ومشروع يعني الكل افتى فيه، وللاسف الشديد في 2008 كان في ازمه شهيره في شهر يناير، ورغم ذلك تقدم حلول كتير جدا جدا، وجابوا عربيات نص نقل وعربيات كتير في كل وحده محليه، وكان في قرار وزاري بالشراكه ان يشترك مع وزاره التضامن مجالس المدن او في المحليات الاحياء في المحليات. نعم. والشرطه في الاشراف على الخبز. يعني انا سخرت الدوله بالكامل ان هي تشرف على رغيف العيش. نعم. انا عامل دراسه مخصوص عن الخبز. نعم. طب قبل ما نتكلم عن الخبز في توصيل الدعم لازم اعرف العيوب بتاعته ايه، لان انا عندي من ضمن العيوب او من ضمن الحاجات اللي هي المغلوطه في المجتمع المصري ان احنا كل الناس لديها يقين ان مشكله الخبز فقط ان صاحب المخبز ما احترمنا له. احنا بنتكلم طبعا على شواذ القاعده عشان ما حدش يزعل. صاحب المخبز حرامي، وطبعا دي مقوله غلط. ازاي؟ اول هام الخبز له اكتر من عيب، بدليل صاحب المخبز بيجور على الحصه، اي نعم تمام، بس هل لو صاحب المخبز مثالي وبيخبز من حاجه في التموين اسمها رصيد مفتوح، يعني رجال التموين هيعرفوا الكلام ده كويس قوي، وبيطلع الخبز في اي وقت وفي اي مكان، هل المواطن مش هيسيء استخدام الحق فيه تمام وهياخد ما يكفي حاجته هو واولاده واسرته؟ طبعا لا. ليه؟ لان القيمه السوقيه للخبز وتعدديه الاغراض بتاعته هتخليه يعد على طبعا مفهوم يعني الدجاج والحاجات اللي في البيت والماشيه وكله يعني. فلازم اعمل هنا برضو ده عيب من ضمن العيوب، لازم اضع حد واعمل عمليه تقنين لحصه الفرد. القيمه التسويقيه ليه. تمام. نعم. طيب ايه العيوب الثانيه؟ من العيوب الثانيه ان انا عامل مخبز والاستاذ عيد عامل مخبز معايا في نفس التوقيت. الاستاذ عيد مثلا عارف ناس في الوزاره او وكيل وزاره، انا بادئ معاه مثلا ب2 طن او بطن دقيق وهو بادئ معايا بطن بنفس العدد يعني، وفي منطقه جغرافيه واحده يعني مفيش مبررات. هو فجاه كل شويه واحد بيجيب له شكارتين زياده في الحصه وانا زي ايه؟ ما انا بقول لعيوب الوضع القائم، بحيث ان انا لما اقول لحضرتك على الحل هثبت لحضرتك ان هو بيجوب بجميع الايه؟ العيوب دي. تمام؟ دي مشكله موجوده. هل في عيوب ثانيه؟ في مثلا انا واحد مثلا ممكن اخد محضر بالخصم او بالغلق حبا في صاحب مخبز تاني، يجي مفتش تموين يدي واحد محضر رغم ان انا ممكن ما اكونش غلطان، بحيث ان الحصه بتاعتي او ما يستقطع منها يروح للمخبز اللي هو فين؟ اللي جنبي في الحي، كنوع من المكافاه وسوء اداره وفساد. تمام. نعم. نعم. فالمشاكل كتير جدا في موضوع الخبز. في مشاكل، في عيوب تانية ايه هي؟ ودي طبعا عيب ملموس جدا جدا. ممكن حضرتك تخشي مثلا اي مكان
تلاقي ما فيش فيه ولا مخبز، وتلاقي مثلا قسم او حي معين مزدحم جدا بعدد المخابز، ويمكن لو المخابز اللي فيه اشتغلت بالقوه الانتاجيه بتاعه الحي تكفي المحافظه. يعني في بعض المناطق مثلا عدد 5000 اسره تلاقي فيه 18 و20 و22 مخبز. ازاي ده؟ تمام. طيب ايه الحل في موضوع الخبز؟ الحل في موضوع الخبز اول حاجه هنبدا من تحت، من القاعده، من الاساس، عشان نحل مشكله الخبز، وهي عمل حصر تعدادي شامل لكل منطقه جغرافيه على حده. انا حصرت الحي ده طلع عندي 1000 اسره، 10000 اسره. ما هو الحصص التموينيه بالدقيق يا استاذ خالد بتتقدم على الاساس ده، امال هي بتتقدم على اساس ايه؟ نعم. ده الكلام ده غير صحيح. تمام. بدليل ان زي ما قلت لحضرتك في مناطق كتير ما فيش فيها مخابز، ومناطق كتير مزدحمه بالمخابز، والكلام ده اتنشر في جريده الجمهوريه، وهيظهر معانا تمام في شهر 5 2008. يعني ضربت مثل بمناطق فيها مخابز كتير ومناطق ما فيش فيها مخابز خالص. تمام. فاول حاجه بعملها بعمل حصر تعدادي شامل لكل منطقه جغرافيه على حده. يعني الحي ده حصرت الحي ده مثلا هنفرض ان هو طلع 10000 فرد. بعمل عمليه تقسيم عدد الافراد على عدد المخابز الموجوده في هذه المنطقه بالتساوي. الجمله اللي انا قلتها حتى الان اسقطت عيب من عيوب الوضع القائم، اللي هو ايه؟ تحقيق العداله، عدم التوزيع الجغرافي للمخابز، وتحقيق العداله الاجتماعيه. نعم. بين صانعي هذه الخدمه، يعني المخابز كلها تبقى شبه تتساوى وتتعادل في عدد الحصص. ادي اول جمله قلتها في الحل. نعم. بعد ما عملت كده بعمل حاجه اسمها تقنين نصيب الفرد حتى لا يسيء استخدام الحق. يعني ايه؟ يعني بعمل الفرد او بربط حصه الفرد ب3 ترغيفه في اليوم، بس في نفس الوقت هضمن له المواصفات والمعايير ياخدهم زي ما الكتاب بيقول. تمام. اصبح ان 3 ترغيفه في اليوم يدوب يعتبر من يمه الطب الغذائي، ماشي، مش هي لو ما فيش حاجه هتفيد او هي ايه هيرميها او يوديها كده او كده. نعم. تمام. ده برضو اسقطت عيب من عيوب الوضع الايه الراهن. نعم. تمام. بعد كده بربط الناس ديت من خلال كل عدد معين، هنفرض ان كل مخبز اتربط عليه مثلا 1000 اسره، وبربط لكل اسره حاجه اسمها بطاقه قوميه تموينيه للخبز المدعم. جميل. تمام. البطاقه القوميه التموينيه للخبز المدعم اصبح كده حتى الان ان معروف ان ال1000 اسره دول في كنف مين؟ المخبز ده. وكل ورقه مسطره ده بعد تحديد بقى من يستحق ومن لا يستحق على المعيار الاول اللي احنا اتفقنا عليه في كل منطقه. جميل. ماذا عن الغاز؟ نعم. الغاز لا، ده الموضوع ده لسه ما كملش، الموضوع تطويل. يعني هو هينتهي بكوبون او بطاقه لتوزيع الخبز. مش هينتهي. ما هو حضرتك دلوقتي في حاجه، والمعيار الاساسي فيه ان هو ضمان مستوى الخدمه والماده المدعمه لوصولها بصوره جيده للمواطن. انت حتى الان ما قلت حتى الان في الفكره او الدراسه المقترحه ما فيش ما يكفل للمواطن معايير الجوده والمواصفات. ده في كل المواد المقدمه مش بس في الخبز. لا ده اللي انا قلته حتى الان في الخبز. نعم. يعني عشان بس ايه نلقي الضوء عليها. نعم. يعني انت حتى الان انت ضمنت للمواطن ان هو ياخد 3 أرغفة ما يحتاجه بصفه منتظمه ودوريه. جميل. تمام. بس ما ضمنتيش له ان هو ياخد كيف نضمن جوده ومواصفات. نعم. تمام. بس نلقي الضوء على الجزئيه ديت عشان تبقى الفكره واصله للمشاهد يعني. تمام. بالنسبه ليه بعد كده زي ما قلت لحضرتك هو يعتبر ضمن حقه ان هو مثلا الاسره دي في كنف المخبز ده. جميل. طبعا من خلال البطاقه معينه، البطاقه ديت بيحصل عليها عن طريق استماره طبعا بنفس النظام الاداري اللي انا قلته قبل كده. تمام. طب ايه الحل؟ انا عندي مشكله، ومشكله يعني صعبه جدا، يعني اللي هي موضوع الجوده والمواصفات والموازين. الحل فيها ايه؟ يعني تخيل حضرتك في سنه 2009 الوزير علي مصلحي حصل من مخالفات المخابز 170 مليون جنيه في شهر واحد، علشان كان بيودي لهم دقيق مدود ودقيق مسوس يا استاذ. ما خلينا نتكلم. ما هي معايير الجوده ما كانتش موجوده اصلا من القمه، يعني هتوصل ازاي للمستهلك العادي؟ وسلسله الفساد ماشيه من فوق. يعني انا بقدم دقيق فاسد ودقيق غير صالح للاستهلاك الادمي، وعندي مفتشين تموين عايزين هم كمان يكسبوا. الحكومه بتكسب بالفساد، ومفتشين التموين عايزين يعيشوا هم كمان بالفساد. فكانت سلسله ما نقدرش نقيم على اساسها. احنا بنبتدي من اول وجديد، وبنقول ان احنا هنضمن زي ما حضرتك قلت الجوده دي نضمنها ازاي؟ تمام. انا هقول لحضرتك على فكره الموضوع اللي انا بقوله بموضوع الخبز ده ما فيش فيه رقابه. اتفضل.
امال ازاي هنضمن الجوده؟ تخيل لما يكون مفيش رقابه والتعامل بين المواطن اللي هو اتفضل متلقي يا أستاذ الخدمه وده خالد. مفيش رقابه والمواطن. تمام. الاليه ايه؟ حاضر تمام. بالنسبه يضمن الجوده ازاي؟ انا بحط في اللائحه الجديده بتاعه النظام بتاع الخبز، طبعا انا عملت حاجه في الاول اسمها ربط جغرافي حتى ينتظم العمل الاداري. يعني ربطت كل منطقه جنب مخبز باحتياجاتها بناء على مش المعايير اللي احنا صنفناها في مش الأول. على رغبه الايه؟ المواطن. نعم. انا ربطته حتى على ينتظم العمل الاداري اللي احنا درسناه. بس بعد كده بقول له في اللائحه عزيزي المواطن، اذا كان احد المخابز التي انت قيدت به غير ملتزم بالمعايير والمواصفات المنصوص عليها في قانون التموين، فلك كامل الحريه بان تقوم بتقديم طلب للجهه المختصه لنقلك الى احد المخابز مختارا احد المخابز بعد دفع ارتكار رسوم انتقال وقيد 10 جنيه عن كل فرد من افراد البطاقه. يعني ايه؟ يعني انا بالكلام اللي انا قلته انا مش هيعجبني العيش اقوم اروح اقدم طلب ادفع عليه 10 جنيه؟ خليك معايا بس واحده واحده. تمام. ايه المشكله؟ لا مشكله. لا مش مشكله. لا مشكله انت طبعا. عارف اللي حصل وده إيه؟ تعقيد بيروقراطي مش بيحل يا استاذ خالد، بالعكس بيعقد. لكن انا الى حد ما حكايه ربط التوزيع الجغرافي للمخابز مع احتياجات المنطقه دي نقطه في حد ذاتها. كون ان الفرد يكون رقيب بس ما يدفعش، انا ادفع لي، انا اروح ابلغ عنه وبدل الماده الحاجه اللي بيقدمها لي مش انما ادفع ليه. يبلغ يا استاذه، يبلغ بفلوس مش هيروح. يا استاذه هو بقى الرقيب. احنا عملنا في الموضوع اللي انا قلت لحضرتك عليه ده بدلنا الادوار. خلينا الجهه الاداريه بدل ما كانت هي بتراقب على عمليه الانتاج والتوزيع، حولنا اعمالها الى اعمال كتابيه ان هي تقوم بعمليات الانتقال والتقييم. وخلينا المواطن ادينا له حق الرقابه، بس الرقابه اسمها حق الرقابه السلميه. بمعنى يعني هو مثلا انا عندي 1000 فرد والاستاذ عيد عنده 1000 فرد، انا راجل مش ملتزم، حصل عندي انشقاق، استاذ عيد شاطر وممتثل بالمهنه بجاب من هنا مثلا 10 اسر ومن هنا 10 اسر ومن هنا 10 اسر. طيب ما كل هينتقل لجهه اخرى. طبعا الكلام ده ينطبق على حاجات ثانيه، السلع التموينيه. انت عملت كده منافسه بينهم. طيب على اساس ايه هيتم معاقبه اللي ما بيقدمش الخدمه بصوره جيده؟ معاقبه انت بتعاقبيه فورا. فورا. انا بقول لحضرتك احنا جمعنا، الدوله جمعت 170 مليون جنيه غرامات من المخابز ومفيش ردع. ده دليل ان النظام يبقى نجمعها من المستهلكين. فكره الحقيقه لا ما نجمعهاش من المستهلكين. غريبه. استاذ عيد ايه راي حضرتك؟ وفي نفس الوقت انا كان نفسي نقدم يعني طريقه توصيل الغاز، لان الغاز برضو مشكله كبيره جدا بالنسبه لمستحقي الدعم من دعم الطاقه في مصر. لا الغاز ده يتقدم ما هو عملوا كوبونات، هل ده حل حضرتك راضي عنه ولا لا؟ هرجع لك يا استاذ عيد حالا بس بعد ما اعرف الغاز. بالنسبه للغاز انا رايي ان هو في الدراسه اللي انا عاملها ان هو يتقدم على شكل نقدي مش عيني. نقدي. لان هيبقى في تعدديه في الاسعار عن طريق الكوبونات. طيب وهتخلق سوق سوداء. ما هو احنا اوريدي معظم المنازل او عدد كبير من المنازل بيوصل لها الغاز وبتدفع ثمنه بصوره مباشره. الدعم المادي بمعنى ايه؟ ما انا ممكن اقدم 10 جنيه و20 جنيه ويظل ارتفاع السعر في السوق السوداء، لان ناس كتيره جدا بتعتمد في الغاز على السوق السوداء في مصر في الوقت الحالي. في المحافظات انبوبه الغاز بكام دلوقتي يا استاذ؟ انت هتحرري سعر الانبوبه يا استاذ. بالنسبه احنا زي ما قلنا ان كل سلعه لها وضع في توصيله. بالنسبه للغاز هيتوصل للمواطن، هيتحرر سعر الانبوبه. يعني مثلا الانبوبه مثلا هتبقى ب 40 جنيه. تمام. وبنفس الاليه اللي احنا حددنا عليها من يستحق الدعم عن من لا يستحق. هقول لحضرتك على حاجه بسيطه خالص. انت عندك مثلا هم بيقولوا مثلا الاسره اللي مكونه من كام فرد انبوبه، واللي مكونه من كام فرد انبوبه ونص. ايه العيب في النظام ده؟ العيب في النظام ده ان الانبوبه ما ينفعش تتجزأ، مش هيبقى في عداله. يعني طبعا هوصل ان فيها اسره فرد واسره اثنين واسره ثلاثه، لكن الجنيه ينفع يتجزأ. ده هعرف الاستهلاك الفعلي لكل فرد من استخدامه في الطاقه، واعرف مثلا هيستهلك قد ايه. طب ما احنا اوريدي عرفنا خلال الانبوبه او الانبوبه ونص دي ممكن يبقى حلها كل شهرين 3 انابيب مثلا. لا حلها كل شهرين. طب هعرف ان عندك اسره بتقف عند الحد الاقصى. يعني مثلا هنقول مثلا ان الاسره اللي من 5 ل 7 بتاخد انبوبه ونص. معروف انها في اوقات معينه خلال السنه. لا في اوقات موسميه مفيش الكلام ده. نعم. تمام. بص حضرتك هو الكلام ده بكره نشوف نعرف. موضوع الكوبونات ده بيعمل تعدديه في الاسعار، لان هيبقى في عندك سلع. هيبقى صعب قوي يا استاذ خالد، كل حاجه هتبقى بالكوبون وكل حاجه هتبقى بالبطاقه وكل حاجه، وبرده هل هيصل الدعم المستحقيه يا استاذ عيد بالطريقه دي ام لا؟ اقدم دوله في العالم عرفت الدعم كانت مصر.
والنموذج حي ومذكور في القرآن، يوسف الصديق عليه السلام. نعم. تمام. وإذا اتكلمت عن الدعم وتوزيع الدعم، تكلم عن البرازيل، تكلم عن ماليزيا، تكلم عن تركيا. يا سيدة الفاضلة، دولة زي البرازيل سنة 99 أعلنت إفلاسها. إفلاسها من سنة 2000 ل 2008 بقت الاقتصاد رقم 8 في العالم. احنا ما بنتكلمش مش عن معضلة. إذا تحدثتي عشان كل اللي بيقوله ده يتطبق لازم في حاجات تانية. تمام. إيه الحاجات التانية؟ يكون هناك دعم حقيقي وتشجيع للبحث العلمي أولا، تمام، للمشاريع الإنتاجية والزراعية والصناعية ثانيا، وللمشاريع الحرفية الصغيرة. إذا أنا خلقت مجتمعات منتجة زي المحلة والنوبارية والعاشر من رمضان، هزود فرص العمل، كله هيشتغل. تمام. هقلل الطلب على الدعم. تمام. إذا تحدثت عن الدعم تحدث عن إصلاح المنظومة. إيه إصلاح المنظومة؟ يكون بالآتي، يكون بإيه؟ يكون بالعمل وبالإنتاج وبالتشجيع الاستيراد. احنا بنتحدث عن دولة نحن نستورد كل شيء يا سيادة الفاضلة، من الإبرة إلى الصاروخ. جميل. تمام. وما يمنعش طبعا الجهد اللي قام به الأستاذ خالد في تحديد وتصنيف من يستحق الدعم. الحقيقة فكرة تحديد المستويات الاقتصادية لتقديم الدعم وعمل حد أدنى وحد أقصى فكرة جميلة جدا. أنت تتكلم عن مسؤولين يعني ما بيسمعوش، يتحدثوا وما بيسمعوش. تمام. ده هيخلي حد يقعد معاه ويناقشه في المشروع ده، وأتحدى مين هيسمع ومين هيقول. تمام. لا لازم يكون في اللي بيسمع وفي اللي ينفذ. المنظومة المعلوماتية في مصر كبيرة ومش قليلة، وقدر المعلومات ممكن توفيره، لكن يوفر ازاي وبدون مصاريف وبدون مصاريف إدارية تبقى تزيد على عبء الدولة. إنما إن أنا أصنف وأحدد حد أدنى وحد أقصى لفئات اجتماعية، نحدد اقتصادية زي ما تفضل الأستاذ خالد، نحدد على أساسها الدعم المقدم اعتمادا على المعلومات اللي موجودة عندنا في الدولة. دي فكرة جميلة جدا، لكن آلية توزيع وتوصيل الدعم، جودة المادة المقدمة من خلال الدعم سواء كانت مواد تموينية أو خبز، دي هي الأساس. لا مع احترامي لسيادتك، اتفضل. تسمحي المفروض إعادة تنظيم المنظومة بالكامل. المنظومة بالكامل في قرى في الريف، أهلنا وناسنا في الريف ما بياخدوش رز التموين، ما بياخدوهوش. تمام. لما بياخدوه ونخدوه السلع التموينية المفروض عيني من ضمن الحاجات، ونخدوه بالمول الطيور. العيش بتاع المخابز، العيش بتاع المخابز يا سيدة الفاضلة. طب رأي حضرتك المقابل المادي ممكن يحل مشكلة الدعم؟ افضل بدلا من المواد العينيه. مقابل مادي، وانا افضل بقى هدفع على طول الطب طبعا لفتره معينه، ومين يستحق مين يشتغل. هيتم رفع لا الدفع للنقد مش مطلقا ان انا ادفع على طول. لا طبعا بتتراجع كل سنه، المفروض انها تتراجع كل سنه. الحقيقه تساؤلات كتيره. الاستاذ خالد عسكر الباحث في مجال التنظيم والاداره، والاستاذ الصحفي عيد الديب بمؤسسه الاهرام، انت فتحت لنا باب لتساؤلات كتيره جدا، كيفيه توصيل الدعم وكيفيه تجويد وزيادة قيمة المادة المقدمة من خلال الدعم. تساؤلات أرجو أن يتم الإجابة عليها في لقاءات قادمة إن شاء الله، لأن وقتنا للأسف انتهى. أنا عارفة أن أنت ما قدمتش كل الأفكار يا أستاذ خالد، لكن على وعد بلقاء قادم إن شاء الله، لأن مشكلة الدعم قائمة لم تحل إلى الآن. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا وشباب وآراء. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.